جيتكم اليوم بهذا الفيديو على وقع فضيحة كبيرة جدا صنع الاتحاد الافريقي لكرة القدم عند الاعلان عن الثلاثة المرشحين للتتويج بلقب الكرة الذهبية الافريقية 2023 بعد ايام طويلة وتقريبا اسابيع، والناس تتحدث، الفنيين طبعا والمتتبعين والمحللين يتحدثون عن صراع ثنائي بين رياض محرز الدولي الجزائري لاعب نادي الاهلي السعودي وبين ياسين بونو الحارس الدولي المغربي حارس مرمى نادي الهلال السعودي. كان بينهما الصراع في الأروقة المختلفة سواء في وسائل الإعلام أو في وسائل التواصل الاجتماعي وحتى على مستوى الكاف. المفاجأة اليوم كانت كبيرة جدا. كاف أعلنت عن 3 أسماء لا يوجد من بينها لا رياض محرز ولا ياسين بونو. أوكي، ياسين بونو موجود ضمن قائمة ال3 المرشحين للفوز بجائزة أحسن حارس لسنة 2023 وسيفوز بها بطبيعة الحال، ولكن رياض محرز لم يجد اسمه في قائمة ولا واحد وجد اسمه، وكانت الصدمة الكبيرة جدا. نتكلم على صدمة فنية وصدمة أخلاقية أكثر مما هي صدمة أخرى. صدمة أخلاقية بالدرجة الأولى، لأن رياض محرز ببساطة هو بطل دوري أبطال أوروبا، ببساطة هو بطل إنجلترا، ببساطة هو صاحب كأس الاتحاد الإنجليزي، ببساطة هو ثاني أفضل هداف خلال السنة مع فريقه، ببساطة هو أول أفضل ممرر في سنة 2023، شارك في أكثر من 49 مباراة مع فريقه مانشستر سيتي خلال الموسم. ببساطة لم يخسر مع منتخب بلاده الجزائر، فليس هناك أفضل منه. ولكن الاتحاد الافريقي، نقول الاتحاد الافريقي طبعا لانه القائمه صادره منه، اختار حكيمي مدافع نادي باريس سان جيرمان الذي فاز بلقب الدوري الفرنسي مع فريقه باريس سان جيرمان، اشرف حكيمي. اختار كذلك اوسيمان المهاجم النيجيري لنادي نابولي الذي فاز بلقب الدوري الايطالي مع نابولي. واختار ايضا محمد صلاح الذي لم يفز باي شيء، وفريقه لم يتأهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وكان سيئا. نتكلم على فريق ليفربول، كان سيئا الموسم الماضي. وحنا هنا لما نتكلم على مستوى سنة 2023 ولا نتكلم عن المستوى المطلق للاعب صلاح اللي يبقى واحد من أفضل ما أنجبت الكرة العالمية، مش فقط الكرة العربية ولا الإفريقية. ولكن خلال سنة 2023 صلاح لم يكن صلاح الذي نعرفه. فلذلك استغرب العالم كله من هذا الاختيار. أنا قريت شوية ردود الفعل حتى في أوروبا، كانت ردود الفعل قاسية جدا على الاتحاد الإفريقي، والكثير راحوا يسألون عن المعايير التي يختارها الاتحاد الإفريقي لتسليم جائزة أفضل لاعب، فبحثوا ولم يجدوا المعايير التي اعتمد عليها اليوم. حتى المعايير التي تم على أساسها اختيار هذا الثلاثي أيضا لا يوجد أي معيار تماما. نتكلمش على المستوى والقيمة بالمطلق للاعبين الثلاث، ولكن نتكلم على سنة 2023 والتي ولا واحد يقدر يستحق الجائزة أفضل من رياض محرز، وبدرجة أقل حتى ياسين بونو، لأنه لعب نصف نهائي كأس العالم وفاز بلقب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مع فريق إشبيلية. لو كان النصيري كنا ممكن نقول موجود في ال3 أوكي، لأنه أيضا فاز بلقب الاتحاد الأوروبي كأس الاتحاد الأوروبي مع فريق إشبيلية، وصل لنصف نهائي كأس العالم مع المنتخب المغربي، إذا كان هذا معيار وهذه نتائج تحسب. فلا يوجد لا نصيري ولا بونو ولا رياض محرز، ويوجد صلاح ويوجد حكيمي أشرف ويوجد كذلك أوسيمان. فأنا لا أذكر بأن الاتحاد الإفريقي استفز الرأي العام بمثل هكذا خيارات، ولا أعتقد بأن الذي اختار سواء كان لجنة أو شخص كان في وعيه يعني، وأخذ بعين الاعتبار المعايير التي المعمول بها على مستوى العالم. بعدين الأدهى والأمر في كل هذا لكي تتأكد بأن الأمر مقصود، حتى قائمة الأندية، هل يعقل أن فريق يفوز بكأس الكاف وكأس السوبر الإفريقي في سنة 23 لا يوجد في القائمة؟
هل يعقل هذا الفريق لا يوجد في القائمة ولكن مدربه يوجد في قائمة المنافسة على لقب أفضل مدرب في السنة؟ فهذه المعادلة أنا شخصيا لم أفهمها، واللي فهمها يفهمني من فضله بعد ما يشوف هذا الفيديو. فريق فاز بكأس الكاف وكأس السوبر الإفريقي وعلى الأهلي، مش على أي فريق، تكلم على كأس السوبر الإفريقي، وأطاح في كأس الكاف بنوادي عملاقة في أدوار مختلفة. هو لا يصنف، ومدربه اللي هو عبد الحق بن شيخة يصنف ضمن قائمة الأحسن المدربين الثلاثة، وقد يختار كونه أفضل مدرب خلال سنة 2023. هذا بارادوكس آخر وهذا تناقض آخر، لكن يبقى التناقض الأكبر هو رياض محرز الذي لم يختار حتى ضمن القائمة. أنا فهمت، أتصور بأنكم فهمتم، والذي لا يريد أن يفهم فأنا متأكد بأنه فهم لماذا لا يريد أن يفهم. ومن منطلق هذا الفهم أرجو منكم أن تفهموا جيدا بأن شؤون الكرة لم تعد كرة، نتكلم عليها عموما مش فقط في إفريقيا ولا في الجزائر ولا في تايوان ولا في الهند. كرة لم تعد مجرد كرة، يجب أن نفهم. والحرب دول، يوم لك ويوم عليك. وعندما تكون لديك القدرة على الاستثمار في قدراتك أو في وضع معين فليكن لك ذلك. وعندما يأتي دورك لا يجب أن ترحم أحدا، لأن رياض محرز لم يرحم، ولأن المنطق لم يرحم، ولأن الأخلاق لم تحترم، وإن القيم والمبادئ والمعايير أيضا لم تحترم في عالم يريدونه أن يكون عالم وحشي. في عالم رياضي يجب أن نتحلى فيه كلنا بما يسمى بالروح الرياضية. ولكن عندما يصل الأمر إلى هكذا فضيحة كبيرة جدا، ولا تضع بطل أوروبا وبطل إنجلترا وصاحب كأس إنجلترا وأفضل هداف وأفضل ممرر في قائمة ثلاثة المرشحين، واو. فلنقرأ على ونجد مثلا حكيمي الذي يلعب في فريق على المستوى الأوروبي مغمور، البي اس جي أوروبيا، ليس هناك أي تواجد للبي اس جي أوروبيا. مع ذلك نجد حكيمي، نجد صلاح مع المنتخب المصري مع مصر ومع ليفربول، ومع ليفربول غائب تماما. يعني من المفروض ان يعطونا هذه المعايير التي يحتكمون اليها في ارتكاب هذه المجازر. هي مجزره وفضيحه، لكن على الاقل حتى في المجازر وفي الفضائح هناك موضوع اخر. محرز يغيب عن جوائز الاتحاد الافريقي لسنه 2023 التي ستقام الحفل في مدينة مراكش بالمغرب. فريد محرز توج بثلاثية مع مانشستر سيتي، يغيب عن وغير متواجد في قائمة أفضل لاعب. أعطينا صور يا أمين يا نجيب، أعطينا صور ترشيحات الاتحاد الافريقي للعبه. اعطينا رايك فريد، الوقت انتهى. اعطينا رايك. فضيحه اخرى تضاف لفضائح هذا المكتب التنفيذي للكاف. البعض من الجزائريين الذين كانوا يتحدثون على مباراة الكاميرون وعلى الحكم قصامة، أريد أن أسمع أصواتهم اليوم. ومحرز يضاف إلى مهزلة أخرى من مهازل الكرة الإفريقية. كيف لمحرز أن يغيب على هذا البوديوم؟ من المفروض أن هذه الكرة هي كرة محرز بدون أي منازع، يعني ليس هناك لاعب يقترب من محرز في اعتلاء هذه القمة. أي معايير اعتمدت عليها؟ ليست هناك أي معايير سوى أن هناك مهازل وفضائح لعصابة تحكم الكرة الإفريقية. الذين كانوا يتحدثون، دعك من الإفريقيين يا عماد، أنا أتحدث عن الأشقاء الجزائريين الذين كانوا يتحدثون ويتحججون بأن إخفاق الجزائر في المرور إلى المونديال القطري كان بسبب أخطاء تقنية. أقول ماذا تعلقون على عدم تواجد محرز في هذه القائمة؟
وأوجه هذا الكلام للجزائريين الذين كانوا يتحدثون على ما حدث في تشاكر وما حدث مع قاسامة. اليوم قاسامة آخر بوجه آخر يظلم محرز. للذين يتحدثون أيضا ويقولون لك بأن محرز لم يتأهل إلى كأس العالم، أذكرهم بأن هالاند الذي أتى ثانيا بعد ميسي في الكرة الذهبية العالمية لم يذهب أصلا إلى المونديال، ومع ذلك تحصل على المرتبة الثانية والكرة الفضية متقدما على مبابي الذي ذهب إلى النهائي. دعوكم من هذه هذه الافتراءات. اليوم محرز فاز بالثلاثية تماما مثل ما رفعها صلاح منذ سنوات عندما فاز بالثلاثية مع ليفربول. اليوم الكيد بمكيالين، لا نجد محرز ونجد مثلا حكيمي الذي يلعب في فريق على المستوى الأوروبي مغمور. البي اس جي أوروبيا ليس هناك أي تواجد للبي اس جي أوروبيا. مع ذلك نجد حكيمي، نجد صلاح مع المنتخب المصري غائب مع مصر ومع ليفربول. ومع ليفربول غائب تماما. يعني من المفروض أن يعطونا هذه المعايير التي يحتكمون إليها في ارتكاب هذه المجازر. هي مجزرة وفضيحة، لكن على الأقل حتى في المجازر وفي الفضائح هناك معايير لا إنسانية يحتكم إليها هؤلاء الجزرة. اليوم محرز هو أيضا يضاف إلى قائمة الفضائح التي نعانيها كجزائريين في هذه القارة التي ننتمي إليها، وهي سوداوية الطبوع وسوداوية الأحكام وسوداوية الشرع. ليس هناك أي شرع كروي في القارة الإفريقية. يجب أن نرفع أصواتنا عاليا، على الأقل أن نتفق نحن الجزائريين ولا نختلف فيما بيننا بأننا نعاني الظلم، لا أكثر ولا أقل. ناصر بويش، اتحاد العاصمة يغيب عن جائزة أفضل فريق إفريقي في تواجد الوداد البيضاوي المغربي، سان داونز الجنوب إفريقي، والأهلي المصري. الأهلي المصري فاز بدوري أبطال إفريقيا وهذا معلوم. الوداد وصل للنهائي ولم يفز. سان داونز علامة استفهام كبيرة. اتحاد العاصمة فائز بكأس الكونفدرالية وكأس السوبر التي على الصورة. اتحاد العاصمة غائب اليوم عن الجوائز في مفاجأة أخرى للترشيحات. والله غير كان عندي كلام مع بن شيخة عنده أسبوعين أو 3 أسابيع تلاقينا شربنا قهوة كيف قلت له أن أول مرة نادي ولا فريق جزائري راح يتوج ولا يكون في البوديوم على الأقل في قال لي راك سير؟ قلت له راني سيرتان لما تفوز بلقبين كاف والسوبر سي لقبين على الاقل تكون في تكون لكن شو يقول فريد، نظن انه مشكله الكاف انه الكاف الرجيك الى المنتخب الجزائري بصفه عامه والمنتخبات الجزائريه حتى في الفئات الصغرى ولا الفئات الكبرى ولا سبا نورمال. لما تشوف انت اتحاد العاصمه غير موجود اللي فاز بلقبين، لما تشوف رياض محرز من احسن اللاعبين في العالم ولربما نجم من نجوم افريقيا غير موجود، نظن انه